صباحكم فل، صباحكم سعادة، صباحكم رضا من الرحمن. عايزين نفطر حاجة النهاردة حلوة كده وحلويات، بدل ما نبعت نشتري من بره هنعملها جوه في قلب بيت ام بوته. معانا كيلو دقيق، هنجيب كيس خميرة، هنجيب كوباية مية فترة، معلقتين سكر يا جميل انت وهي. مقادير ام بوته طبعا مقاديرها المظبوطة. هنعمل احسن بتيهات واحلى مولتو النهارده، لان طبعا انتوا عارفين المولتو مقطعه، فاحنا هنبتدي ان شاء الله كده اهوت. معانا الخميره وهندوبها كده بمعلقتين السكر وكوبايه ميه فتره. هنقلبهم وسيبهم يختمروا كده على جنب، تاخد وتدي كده لغايه ما تشتغل الخميره مع بعضها. نكونوا جبنا الكيلو دقيق بتاعنا ونشتغل بيه. طبعا يا عزيزتي انت وهي، لو عندك نص كيلو دقيق اشتغلي بيه، عندك كوبايتين دقيق اشتغلي بيهم. خدي المقادير بتاعه ام بوته المظبوطه واعملي عليهم. خدي المقادير واقسميها على 2، اقسميها على 3 براحتك. هنخل كيلو الدقيق معاكم وهنزل عليه بكيس بيكنج باودر ورشه ملح. طبعا لازم مع الخميره بيكنج باودر، لان البيكنج باودر بيرفع العجينه، ما بيكتمهاش. عندي معلقتين لبن بودره، طبعا ما عندكيش ما تحطيش، لان انا ما عنديش لبن عادي، فقلت اعزز الطعم لان هعجن بميه ما عنديش لبن، فقلت اشتغل الحاجات دي بلبن بودره. جبت الخميره نزلت عليها بنص كوبايه زيت، نص كوبايه زيت بالظبط لكيلو الدقيق، نص كوبايه زيت. وهنزل عليها كوبايه زبادي، معلقتين زبادي بالظبط. طبعا انا قلت لكم يا جماعه انا هعزز الطعم علشان المعجنات دي انا عاملاها لبيتي، عاملاها بحب، عاملاها حاجات قيمه غذائيه للولاد. احط فيها بيضه، وحطيت كوبايه الزبادي وكوبايه ونص كوبايه الزيت. يعني اتفقنا، خلينا متفقين ان كيلو الدقيق هياخد كيس بيكنج باودر، كيس خميره، نص كوبايه زيت، كوبايه زبادي صغيره، بيضايه. تمام يا جماعه، قلبناهم مع بعض. هننزل على الخميره ونقلبهم مع بعض. طبعا انا ما بعرفش اشتغل بالمضرب اللي في ايدي ده، فانا هلف بهم كده العجينه لفه كده، واقوم شايلاه واقول له طيب انت خليك على جنب لان دورك كده معايا انتهى. وامسك العجينه بايديا، لان طبعا انا بحب امسك العجينه واخد ودي كده منها عشان افهمها طالعه ملمسها حلو ولا لا. جبت مكعب زبده بالظبط، تكون الزبده بتاعتك طريه كده، سايباها بره في الحر اللي احنا فيه ده تسيح معاكي. وهعجن بيها العجينه بتاعتي كده، هعجن عجنه حلوه في الطبق. هرجع لمها من الطبق، ارش الرخامه بتاعتي حبه دقيق، واخد العجينه بقى بتاعتي حبيبتي دي في ايديا، اخد ودي كده معاها، اشوفها رايحه جايه معايا على فين، واشوفها تطلع معايا ايه وهتعمل معايا ايه. بسم الله ما شاء الله العجينه بتطرقع في ايديا. طبعا كل واحده عارفه ان العجينه بتاعتها بتبقى ايه في ايديها، فانا شايفاها ما شاء الله هتديني النتيجه اللي انا عايزاها. يا حلاوتك يا مبوته في المقادير المظبوطه. بسم الله ما شاء الله، شغل فاخر من الاخر يا جماعه. العجينه ملبن كده في ايديا. بصوا يا جماعه، بصوا الجمال، لا حول ولا قوه الا بالله. بصوا الجمال، بصوا العسل، شغل فاخر من الاخر. هدهن الطبق بتاعي اللي انا عجنت فيه، واقوم حاطه فيه العجينه بتاعتي حبيبتي دي كده. هعينها كده تتدفى كده شويه، نص ساعه في الحر اللي احنا فيه ده، ما تخمريش اكتر من نص ساعه لان الجو حر. غطيها بفوطه، غطيها بكيسه، غطيها باي حاجه عندك على جنب لغايه ما تشغلي الفرن بتاعك وتوضبي الصواني اللي انت هتخبزي فيها. عجنت يا جماعه العجينه بعد ما خمرت بعد نص ساعه، ولا حول ولا قوه الا بالله. شوفوا يا جماعه، نزل منها الهواء وهم هبتدي بقى اشتغل بيها. طبعا تكوني دهنه الصواني بتاعتك فرشه كده بالزيت، خدتها على الرخامه برش الدقيق. وطبعا انا عارفه انا هعمل ايه، انا عايزه اعمل سندوتشات للولاد كده، قلنا للفطار هعملها بالجبنه، وهعمل منها برضو حاجات حلوه، اعمل منها مولتو، لان طبعا بعمل المولتو على طول في البيت. انتوا عارفين ان المولتو مقطعه، وانا قررت ان انا من يوم ما كان مقطعه وانا بعمله للولاد بالطريقه السهله ديت الاقتصاديه جدا، ان الموجود في كل بيت حبه دقيق وحبه ميه هتعملي احسن مولتو للولاد. غطي العجينه وانت بتشتغلي فيها علشان ما تنشفش منك. طبعا معايا عزيزتي اللي في ايديا دي اللهلوبه اللي بفرد بيها حبيبتي. ما تبصي اي حاجه في المطبخ هي بتساعدك فيها، ما اقدرش استغنى عنها حبيبتي دي. بصوا يا جماعه، بص بتفرد العجينه ازاي، تكه واحده بتسمع كلامك وبتفرد لك العجينه. معايا حبه جبن، قطعت عليهم حته فلافلايه، قطعت عليهم زيتون، اي حاجه عندك من حوادر البيت حطيها، اي حاجه في التلاجة حطيها. مش عايزه تحطي في السندوتش حاجه وعايزه تعمليه ساده، اعمليه ساده برضك براحتك، وهيطلع معاكي جميل وهيبقى احسن فطار. حاجه سخنه وهتاكليها فطار جميل، فطار او عشاء، سواء فطار او عشاء. بصوا يا جماعه ما شاء الله، هعمل لكم الكميه، هعمل الكميه بتاعه الصاج دي كلها مع احشي كميه الجبنه لغايه ما تخلص، وهنشوف هنعمل ايه. طبعا انا بشتغل اللي هو بالجبنه والزيتون وقلنا فلافلايه. عندك بقى ايه، عندك لحمه مفرومه حطي، عندك عايزه تحشيها شوكولاته حطي، عايزه اي حاجه حطها للولاد، عايزه ده براحتك برغبتك
الحشوات انت تبع ما انت عايزه او تبع المتوفر عندك يا جميل انت وهي. طبعا ام بوته ما عندهاش النهارده الا حبه الجبنه والفلافله دول، وهم نعمه جميله حلوه في البيت الحمد لله رب العالمين. فقلت بدل ما ينشفوا الجبنه في التلاجة هاتي يا ام بوته واعملي احلى فطار للولاد. هخلص معاكم كل الكميه يا حبيباتي. خلصت كل الكميه بتاعه الحادق. هنخش بقى هعمل ايه؟ باتيه ساده. هعمل باتيه ساده مش هحشيها، هعمله من بره بالشوكولاته. ما عنديش بصراحه شوكولاته احشيها جوه، فانا قلت اعمله ساده وازينها من بره بالشوكولاته. لو عندك احشي، شوف انت عايزه تعملي، عايزه تحطي فيها جبنه برضو كحشي. بصوا يا جماعه التقطيع، بصوا الحركه دي، والله ام بوته المقادير المظبوطه. شاطره يا ام بوته وتسلم ايديك يا حبيبه قلبي. بصوا اللفه يا جماعه. طبعا كل ست بيت بتتعلم وبنستفاد من بعض وبنعلم بعض. المهم اللي احنا نعرف نقوم ننفذ، المهم اللي احنا نعرف نقوم نطبق الحاجه اللي احنا بنشوفها لغايه ما نوصل للنتيجه اللي احنا بنحبها. طبعا انا مبسوطه ان انا بعمل معاكم المعجنات دي عشان اوريكم احنا هنفطر ايه النهارده. لسه العجينه ما شاء الله كيلو يا جماعه، بتطلع كميه بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، كميه كبيره. لو كنا اشتريناها من الفرن كل قطعه ب10 جنيه، احسبي انا عملت كام قطعه، وفرت لك كام جنيه النهارده كده على الصبح. يعني بدل ما كنت ابعت اجيب بكام جنيه مولتو او معجن او سندوتشات باتيه او فانا قلت اشتغل بكيلو الدقيق اللي عندي واوفر، وفي نفس الوقت حاجه من البيت، حاجه نظيفه، حاجه ضمناها، غسله الصواني بتاعتي، غسله ايديا، غسله حاجتي، دقيق نضيف. عارفه انا بعمل ايه بمعنى اصح. كل ست بيت تعمل حاجتها، حاجه عيالها بايديها، ده الاحسن وده الاصلح في الايام اللي احنا فيها دي. معايا طبعا حته عجينه فضلت، جبت حبه سكر على حبه قرفه على حبه معلقه كاكاو علشان تديني اللون اللي انا عايزاه. بصوا يا جماعه لفها زي ما انت عايزه تعمليها. انا عملتها زي بقجه كده وهبططها في الصينيه وهرجع اقول لكم انا عملتها ايه. هاخدها بقى على ايدي علشان انا بوريكم طلعتها على الايد عشان اوريكم اللي انا بقصها الورده ازاي. قصيتها ورده اهي يا جماعه، ولسه هوريها لكم انا هشكلها برده ازاي. ديت اللي هي بالقرفه والسكر، وقلنا معلقه الكاكاو. هنجيب بقى التلميع اللي احنا هنلمع بيه، معلقه عسل، معلقه عسل اسود، حبه ميه عليهم، فانيليا سايله، وهنلمع بيهم. طبعا شايفين بسم الله ما شاء الله السندوتشات اللي انا لفتها بالجبنه ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. العجينه خمرت، هحط عليها حبه البركه علشان تديها برده قيمه غذائيه. بصوا يا جماعه قبل ما تدخل الفرن هي بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله عامله ازاي. شوفوا الجمال، شوفوا جمال العجينه، شوفوا الخميره. طبعا اللي بالقرفه والسكر انزل عليها بالسمسم. لمعتها ونزلت عليها بالسمسم اللي هو المولتو. انا مش هحط عليها حاجه، انا هلمعها بس تلميع علشان لما يطلع هقول لكم الوقت انا عملت فيها ايه. هدخلهم الفرن على درجه حراره 200 يا جماعه. انا طبعا مشغله الفرن قبلها ب10 دقايق بالظبط على 200، وهشغل وهحط برضو الصواني بتاعتي على 200. بسم الله ما شاء الله يا جماعه اهو هدخل الصاج الفرن على 200. هقعده بالظبط مظبطه التايمر على ربع ساعه. طبعا كل واحد والفرن بتاعه، ظبطي زي ما انت عايزه، المهم تطلعي النتيجه حلوه، المهم الحاجه ما تبص في ايدينا عشان طبعا احنا مكلفين وصارفين. بصوا يا حلاوتك يا ام بوته في المقادير المظبوطه. بسم الله ما شاء الله يا جماعه، شوفوا الجمال، شوفوا الحاجات الحلوه. معايا معلقتين زبده مدوباهم. بحب انا لما المعجنات لما اطلعها بمعلقتين الزبده بتدي لها ريحه قويه قوي وبتبقى شكلها حلو وبتدي لها طعم احلى. بغطيها واسيبها علشان تعرق مع نفسها عشان لما اشيل الكيسه من عليها ما تنشفش. معانا المولت اهو. طبعا الحله اللي انتوا كنتوا شايفينها دي انا كنت بسيح حته شوكولاته على بخار ميه، وهوريكم هعمل فيها ايه. هغطي برده المولتو علشان ايه ما ينشفش معايا. اي حاجه بتطلعها من الفرن غطيها علشان بصي الطراوه. بصوا يا جماعه، بصي الجبنه ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. الله ولا حول ولا قوه الا بالله. نقول بس ما شاء الله كده مع بعض. شفتي بحاجات بسيطه من حواضر البيت يا جماعه عملنا احلى حاجه في البيت. عملنا حلويات حلوه وحادق. سيحت حته الشوكولاته هعمل منها المولتو اللي احنا قلنا ما عدناش نشتريه للولاد من بره ونعمله في البيت باقل الامكانيات. بصوا الجمال. اتمنى بقى يا جماعه تشتركوا في القناه وتدعموني وتدوسوا لايك وتكتبوا لي كومنت حلو، وما تنسوش تقولوا مبوته للمقادير المظبوطه. شوفوا الكميه اللي مطلعاها من كيلو دقيق. بسم الله ما شاء الله.